يا جماعه فيديو جديد. انا ميار رضوان، وانا اتاخرت عليكم قوي في الفيديو ده، بس كنت بحاول الم شويه معلومات في نفس الوقت. حصل لي شويه ظروف كده كانتش احسن حاجه، بس جايبه لكم النهارده شويه حاجات براكتيكالز ممكن تعملوها. بصوا ظهري، يعني شايفين ظهري مقتب ازاي؟ لا احنا مش هنعمل كده. جايبه لكم النهارده شويه مايكرو هابتس تعملوها او عادات صغيره تعمليها عشان تحسني من your feminine energy او تبقي more into your feminine era. ودول شوية حاجات بسيطة جدا، هم 10 يعني بجد هيفرقوا معاكي جدا، وهتبقي شوية شوية stepping into your feminine energy. اوكي welcome back to my YouTube channel. انا ميار رضوان، بتكلم على beauty feminine energy واللايف عامة. فلو اول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير الفيديو لو عجبكم، وسيبولي كومنت لو حابين اي حاجة. ولو انتوا تاني مرة تشوفوني welcome back. اول مايكرو هابت عندنا هي حركة جسمنا. mainly التروماز زي ما قلت لكم قبل كده بتبقى موجوده عندنا في حركه الهيبس او حركه الحوض بتاعنا او الوسط. فلما انت تيجي تمشي حاولي ان انت تحركي يور هيب. انا عارفه جدا الموضوع مش سيف قوي لو تعملي ده بره البيت، بس ده هيبقى براكتس في البيت، بس عشان عارفه قد ايه الظروف تبقى صعبه قوي ان احنا نعمل حاجه زي كده بره البيت. فوانتي ماشيه مثلا رايحه الحمام، وانتي مثلا ماشيه رايحه المطبخ، رايحه تجيبي حاجه من اوضه تانية، وانتي ماشيه موف يور هيب، حركي وسطك يمين وشمال. ده شويه بيفك التروماز الموجوده في جسمنا او الصدمات الموجوده في جسمنا، وكمان بيخليكي كونكتد اكتر مع جسمك او متواصله اكتر مع جسمك، بلس بيخلي شويه فيه فيمينين انرجي مع الوقت. فده يور براكتس، كل يوم تحاولي تتحركي with your hips بوسطك. تاني حاجه هو قوه انك تعملي مايكرو دريس اب. يعني ايه؟ يعني مثلا وانتي رايحه الشغل ما تبقيش شكلك مبهدل، وانا عارفه قد ايه it takes so much effort، او الموضوع بياخد قد ايه جهد ان انت تحسني من مظهرك. فممكن نعمل حاجه اسمها مايكرو دريس اب. يعني ايه؟ هلبس ساعه جديده، يعني شكل مختلف عن قبل كده، هسرح شعري بشكل مختلف، هحط لبستيك لونه مختلف، هلبس تي شيرت شكله مختلف. مش لازم ابقى فولي دريسد اب، مش لازم ابقى فولي بقى حاطه ميك اب ولابسه احسن لبس، وكل الحاجات دي حاجات مايكرو، حاجات صغيره اعملها. احدد 5 دقايق في اليوم انا هعمل حاجه بس في شكلي، اظبط شكلي. فده بيخليكي مور فيمينين، وبيخليكي قريبه اكتر من الفيمينين بارت بتاعك بحاجه مايكرو، بحاجه بسيطه جدا، زي ان انت تحددي 5 دقايق تحسني من شكلك قبل ما تروحي الشغل. او حتى لو انت في البيت وعندك مشاغل، لسه والده جديد، اي ظروف، حاولي ان انت تحددي 5 دقايق في اليوم ان انت بس كده تخلي شكلك احسن. تالت حاجة، ودي على طول بتكلم عنها، احنا كستات لما بتبقي عندك صدمات انتي مش بتسألي او مش بتطلبي مساعدة، ودي حاجة لازم تعمليها وتدربي نفسك. لو انتي مثلا في السوبر ماركت وفي حاجة مثلا على الشلف طويل او بعيد عنك، وانت طبعا هتعفري لو انت عندك صدمات في الفيمينين انرجي بتاعتك او في الطاقه الانوثه بتاعتك، عفري ان انت تجيبي الحاجه من الشلف ده. الست الطبيعيه اللي ما عندهاش اي صدمات بتسال حد راجل معدي، لو سمحت ممكن تجيب لي ده. فده سمول براكتس كل يوم تعمليه، او مش كل يوم، هو مش كل يوم هنروح نجيب حاجه من السوبر ماركت، كل فتره تحاولي لما انت تبقي مش عارفه تعملي حاجه جو اسك فور هيلب، اطلبي مساعده، اطلبي حد يساعدك في حاجه انت مش عارفه تعمليها، هي اقوى من او اكبر من امكانياتك. مش عيب، مش عيب، احنا مش سوبر وومن ومش سوبر هيروز، احنا عندنا ليميت لطاقتنا، طبيعي بعد الليميت ده تطلبي مساعده، فاطلبي مساعده. رابع حاجه، ودي حاجه انا بحاول ان انا يعني اتعلمها، هو احنا مش لازم نعمل كل حاجه علشان نبقى منتجين. يعني انا مش لازم مثلا اقرا كتاب عشان اكون منتجه. طب انا اقرا كتاب لمجرد ان الكتاب مسلي او هو لطيف او هو دمه خفيف، مش لازم الكتاب ده يعلمني ازاي اغير حياتي في 10 دقايق. لما مثلا اتعلم آلة instrument musical instrument، مش لازم اتعلمها علشان اشتغل في الاوركسترا اللي في الاوبرا. طب ما اتعلمها لمجرد ان انا I'm doing this for pleasure، I'm doing this او بعمل ده عشان اتبسط. مش لازم كل حاجة اعملها عشان تكون حاجة منتجة، لا، بعمل حاجة عشان تبسطني، مش علشان هحول العالم واغير العالم في 100 يوم. اعملي كل يوم حاجة بس لمجرد الحاجة دي بتبسطكم. نعمل حاجة لمجرد ان هي حاجة منتجة، او لو نيجي نعمل حاجة بطريقة سريعة، كل دي ماسكلين انرجي. يعني احنا بنحتاج الماسكلين انرجي، بس انا مش محتاجاها كل يوم، مش محتاجاها ان انا 24 ساعة بعمل حاجات منتجة وبغير في العالم وبغير في نفسي. لا،
as a feminine بقى energy، عايزه احاول احافظ على my feminine energy، ان انا اعمل حاجه لمجرد ان انا بحب ان انا اعملها او مجرد ان هي بتبسطني. خامس حاجه وهي ان مش كل حاجه عقلك بيفتكرها، فكيب كده على طول النوت بوك زي ما انا عامله جنبك، تكتبي فيها الحاجات او تبلان فيها الحاجات اللي انت محتاجاها. عقلنا مش معمول عشان يفتكر حاجات، صعب قوي، فهو بيفتكر معلومات بالعافيه يعني. فعلشان ما تزوديش على عقلك بما فيه الكفايه، كيب نوت بوك او نوت على الموبايل تكتبي فيها كل حاجه انت محتاجه تعمليها عشان تقللي الجهد على نفسك شويه. دي حاجه برضو لطيفه قوي، بس يعني ما اعرفش نعرف نعملها ولا لا في المجتمع ده، بس لو في حد ساب الباب، يعني لو انت ماشيه قدام وجي راجل او جه حد من عيلتك وفتح لك الباب، سيبيه يفتح لك الباب، سيبيه يفتح لك باب العربيه، سيبيه يفتح لك هو ازازه الميه. فاهمه الحاجات اللي هي التايني المايكرو دي اللي احنا ما بنعملهاش عشان احنا وار سو ماسكلين، وانا اللي بعتمد على نفسي وانا شخص اندبندنت قوي ومحدش يعمل لي حاجه، اعمل نفسي كل حاجه. لا، سيبي الراجل يليد، سيبيه. حاجة دي ودي بقيت اشوفها كتير قوي على السوشيال ميديا، ان هو ايه your nervous system او جهازك العصبي بيهدى لما انت تبداي تعملي الحاجات بشكل بطيء. يعني بدل ما انت بتسرحي شعرك كده تسرحي شعرك كده، جهازك العصبي هيهدى شويه. فده بقى فكره برضو الفيمينين انرجي. احنا مش ليه لازم اrush كل حاجه، ليه كل حاجه لازم تعمل بسرعه، ما اخد وقتي، ما البس براحتي، ما اقرا براحتي، ما اتفرج على فيديو براحتي، ولا ليه لازم احس ان في حد بيجري ورايا وانا بجري ورا حد. ما اخد وقتي. لما تعملي الحاجات بسرعه مش بتعرفي تسمعي لحدسك او حدثك اللي هو your intuition، وما بتعرفيش تبقي كرييتيف، ما بتعرفيش تبقي مبتكره. والابتكار ده من اسمى الفيتشرز او من اسمى الصفات اللي موجوده في الطاقه الفيمينين. فانت محتاجه انك تسلو داون، تعملي كل حاجه ببطيء، تمشي بطيء، تتكلمي بطيء، تسرحي شعرك ببطء، مش برود بس لو بطء. انا واخده وقتي، انا مش حاجه مستعجلاني. رقم 8 للناس اللي هم perfectionist او الناس اللي بيحبوا يعملوا كل حاجه 100%. لا، سيب الحاجه تبقى 90% معموله كويس، سيب ال 10% دول، سيب الحاجه تبقى معموله نص نص، مش لازم 100%. الموضوع ده is very exhausting، متعب جدا نفسيا وجسديا. ان في الاول وفي الاخر الكمال لله وحده، وعمرك ما توصلي للكمال في اي حاجه. فانك بقى مستنيه ان كل حاجه انك تعمليها تبقى 100% perfect، مش هيحصل، صعب، very exhausting. سيبي نفسك تعملي حاجه بطريقه مش تحفه، وسيبي نفسك تغلط، عشان لما انت بتعملي الحاجه عايزه تعمليها 100% ده بيحط عليكي ستريس، وكل ما بقيتي ستريس كل ما بعدتي عن الفيمينين انرجي بتاعتك. فلات سينج بي، خلي الحاجه تبقى زي ما هي على قد مجهودك، دونت ستريس اوت ان هي تبقى 100% حلوه. رقم 9، ما تسيبي لنفسك او اشتري لنفسك حاجات حلوه. يعني اشتري لنفسك الشوكليت اللي انت بتحبيه، اشتري نفسك ورد، اشتري نفسك السواتر اللي انت نفسك تجيبيه، انفست في نفسك، جيبي لنفسك اي حاجه هي بتحبها. انا مش بقول ان احنا نصرف كل حاجه قدامنا وتقولي I'm just a girl، بس يعني كل ما تشتري لنفسك حاجه بتحسسي نفسك ان انت تستحقي الحاجه دي. فاحنا عايزين نرفع فكره الاستحقاق عندنا. اخر حاجه وعلى طول بقولها برضو في ماي تيك توك، ان انت تعملي مي تايم في الكالندر بتاعك. مثلا الكالندر مليان work وميتينجز ومش عارفه هتودي مين ايه وهتجيبي مين من التمرين، حطي نص ساعه في اليوم دي مي تايم، هعمل فيها اللي انا عايزاه، تريلاكس كده، استريح، استرخي، اتبسط. لما تعملي في السكادجول بتاعك مي تايم ده بيعمل حاجتين، السبكونشس اول حاجه ان دي حاجه مهمه لازم تعمليها، وتاني حاجه انت لايكلي تو دو ات ان انت بتحطي اي حاجه في الكالندر فبتعمليها. فانت سكادجول المي تايم ده واعمليها كل اسبوع مره، ساعه في الاسبوع، 10 دقايق في اليوم، اي حاجه. شوفي بقى انت على حسب يور سكادجول وسكادجول الموضوع ده، واعملي مي تايم وتبقى حاجه لازم تتعمل في الكالندر بتاعك، ايا كان بقى انت بتحبي تعملي ايه في يو تايم. وده كانوا 10 مايكرو تيبس ممكن تعمليها علشان تزودي يور فيمينين انرجي. فلو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب يوتيوب شانل، اعملوا لي فولو على كل السوشيال ميديا بلاتفورم، هسيب لكم اللينكس كلها هنا، واسيبوا لي كومنتس لو حابين تعرفوا اي حاجه، واشوفكم في الفيديو الجاي.